سؤال لكل رجل أعمال ناجح: ليه مش عايز ولادك يطلعوا زيك؟ أقصد زيك في الشق الأول من عمرك، عشان مش عايزهم يتبهدلوا ويشوفوا اللي أنا شفته ويتعبوا ويشقوا. هو ليه حضرتك مركز في الشق الأول؟ أنت كنت إيه؟ مش مركز النهاردة أنت بقيت إيه؟ ما أنا هعمل لهم حاجات كتير عشان أنا أتعب، عشان هم يرتاحوا. يا فندم، نصيحتنا لحضرتك: هم مش هيحافظوا على اللي انت عملته عشان هم ما تعبوش فيه. حضرتك بتقدمه على طبق من فضة، فهم مش عارفين جه ازاي، لذلك مش هيقدروا ده كله وهيتعبوك. مش بقولك اقسى عليهم، مش بقولك احرمهم، بس علمهم الدنيا ماشية ازاي، علمهم الكفاح يعني ايه، علمهم جزء بسيط من اللي انت شفته، واطمئن هم مش هيشوفوا اللي انت شفته عشان هم عندهم بابا. انت ما كانش عندك حد يسندك، حتى لو كان عندك بابا بس ما كانش يساندك زي ما انت هتسندهم دلوقتي. رجاء علموا ولادكم، بلاش تلبوا كل طلباتهم، بلاش تلبوا لهم رغباتهم. يا جماعة كده بتفسدوهم. ما تربوش ولادكم بمشاعركم وحبكم لهم، ربوهم بالعقل والمنطق. بيقول ايه؟ والولد لما يبقى خشن وجامد ويتعب هيرتاح بعد كده وهيكون قد المسؤولية.